يلا بينا النهارده نعمل البصاره. اول حاجه معايا كوبايتين من الفول المدشوش، نقعيهم حوالي ساعتين 3، وبعد كده بحطهم في حله فيها ميه. بحط عليهم كمان كزبره وبقدونس، شايله منهم العيدان، يعني باخد الورق بس، مش بنحط شبت خالص، هما كزبره وبقدونس بس. بعد كده بحط عليهم البصل والثوم، بصلايه كبيره وحوالي 6 7 فصوص كبار برضو. بعد كده اسيبهم يغلوا كويس قوي لحد ما يتهروا. بعد كده على طاسه تانية فيها زيت بحط بصل متقطع جوليان، عشان ده اللي هجرنش بيه في الوش كده بعد ما تستوي. بعد كده هحط بقى التوابل بتاعه البصاره، هي ملح وكمون وكمان معلقه من النعناع المجفف، وابتدي اضربهم بقى كويس قوي لما تستوي، واحط عليهم بقى معلقتين من الزيت اللي انا حمرت فيه البصل، ده بينعمها قوي وبيفرق قوي في طعمها. بس بقى تاخد غلوه لحد ما قوامها يتقل شويه، وابتدي اغرفها زي ما احنا شايفين في اطباق. بتبقى ناعمه وجميله وتقيله. بصوا قوامها عامل ازاي وريحتها ما شاء الله تجنن. بحط بعد كده بحط بقى البصل على الوش زي ما احنا شايفين، بزوق بيه، والف هنا وشفا. وده كان معايا